سلام، كيف نتوما؟ مزيانين؟ اموركم طيبه؟ كنتمنى انكم تكونوا كتفرجوا في هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. في هذا الفلوق هذا غادي نشارك معكم النهار ديالي الثاني ديال رمضان، كيفاش دوزتو وشنو عملت فيه بالضبط. الوغ ملي خرجت من الانستيتو مباشره مشيت لوبيتال باش ندير لونكادرومون ديالي. انا في الاصل كنسالي مع الجوج، ملي ساليت رجعت في حالي للدار. اول حاجه بديت بها هو هذا الصالون هذا اللي كتشوفوه كامل مرون وكامل مغبر. دونك غادي نفطو مزيان وغادي نتولو ونقعدو وغادي ندوز ديك الساعه مباشره باش غادي نجفف الارض. ملي غادي نساليم لو صالون غادي ندوز لا صاله مونجي حتى هي غادي نقيها ونطفى ونجفها ونتولا باش غادي ندوز مباشره معكم المطبخ وغادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى واللي هي لي ميني كيش معمرين بالدجاج والشامبينيون، والوصفه الثانيه واللي هي واحد العصير منعش كيجي لذيذ بزاف وغادي تشكروني عليه اكيد، واللي هو العصير ديال الليمون والخيار بالنعناع وسكينجبير. دونك صافي بلا ما نطول عليكم يلا هو نبداو لو فلوق ديال اليوم. قبل من هادشي هذا كامل، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك الاحمر، يفعل جرس التنبيهات باش كومسا ملي ننزل اي جديد تكونوا نتوما اول وحدين كتوصلوا به. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. قولوا لي بعدا كيفاش ماشيين مع سيدي رمضان؟ نغلبكم ولا غلبتوه؟ انا بالنسبه لي في هذا الشهر المبارك كنكون فريمون ايبر اكتيف بالمقارنه مع الاشهر الاخرى. الحمد لله ما كيجيني لا جوع لا عطش لا حريق ديال الراس لا دوخه. الاشكال الوحيد اللي كنكون كنعاني منه بزاف واللي هي الحرقه، وانا كنعرف منين. ماشي لو فات انني كنشرب الحريره، اصلا انا في رمضان ما كنشربش الحريره، كنشرب يا اما السوبه الخضره يا اما البفديوشات هيدا بالدجيوجه يا اما تشيشه السميده ولا تشيشه ديال الشعير. شكون اللي كيعمل لي الحرقه؟ هي كثره الحر اللي كناكل. بالنسبه للطبق الرئيسي يعني الطبق الرئيسي ديال العشاء، بحال مثلا الا كانت مكرونه او الروز او الطاجين ديال الحوت بالبطاطا او الدجيوجات بالخضره، راه الا ما كانش الحار كاين راه ما نقدرش ناكل ديك الماكله حيت كتجيني فريمون باسله. بزاف منكم في الانستغرام كيدخل كيهضر معايا كيقول لي هند عافاك ما تبقاش تغبر علينا، راه فريمون ولفنا على الفيديوهات ديالك وسورتو على ديك الطاقه الايجابيه اللي كتحاول انك تبارطاجيها معنا. على الاقل حتى الا ما نزلتي لنا والو، نزلنا غير فيديو واحد في الاسبوع، غادي نحاول في هذا الشهر المبارك الفضيل على الاقل ننزل لكم جوج ديال الفيديوهات في الاسبوع باش كومسا تبقاو معايا اجور وما تنساونيش. شكرا بزاف على الحب ديالكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم. اكيد في يوم من الايام غادي نتلاقاو جميع وغادي نجلس مع كل واحد فيكم، غادي نبارطاجيو مع بعضياتنا الافكار باش كومسا هذا كيعاون هذا وهذا كيستافد من هذا، حيت حتى شي واحد في هذه الدنيا ما احسن من اخر، وحنايا كاملين بينا في هذه الدنيا كنتعلموا. ودابا غادي ندوزو للمعقول. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نحك الارض وغادي نجفها. الصراحه ما كنستعملش شي منظفات اللي هي سبيسيال، كنستعمل الصابون ديال الماكسي كيكون عباره عن عجين كنخلطو مع الماء كنكب في الارض كنحك كنكرطو فريمون كيخلي الزليج ديال الارض كيشعل.
من بعد ما ساليت النظافه ديال الصالون ورديت الطبيله والمانطيل ديالها والديكوراسيون رديت كل حاجه في بلاصتها. دابا غادي ندوز باش غادي ننظف لا صاله مونجي حتى هي غادي ننظفها مزيان وغادي نحكها ونكرطها ونرد كل حاجه في بلاصتها باش كومسا غادي نشارك معكم الشكل النهائي ديال الصالون ديال لا صاله مونجي. هانتوما خوتي باش ما تقولوش هند ماشي حادقه، والله ليلى حادقه ولكن على قد الحال، ماشي ديك الحداقه. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الصالون وديال لا صاله مونجي. داكشي اللي قديت عليه انا عملته. غير فقط بغيت نشير لواحد النقطه، راه شهر رمضان هو شهر العباده والعمل، فما فيها باس ان الانسان ملي تكون عنده واحد السويعه خاويه في حوط غادي يبقى ملهي هيدا في التليفون ويبقى يتفرج شي حاجه اللي ما غادي تفيدو حتى بشي حاجه. فما فيها باس انك سواء كنتي ولد ولا بنت ندخل مع الام ديالك، عاونه على قدر الاستطاعه ديالك، حيت شحال هاد الام قد ما تعمل، راه واخا تكون داخله فيها مسكينه حتى العظام راه ما تقدرش تقول لك ابني انا ما نقدرش نعمل، ولا انا عييت، ولا انا ما نقدرش. فمسكينه كتكي على قلبها باش كتوجد لك ديك العطه. ودابا غادي ندوز باش غادي نبارطاجي معكم الوصفه ديال لي ميني كيش معمرين بالدجاج والشامبينيون. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو لي كيش لي سبق لي بارطاجيتهم معكم في الفيديو السابق. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو الشامبينيون، ستر ديال الدجاج، البصله مشلضه، غادي نحتاجو المعدنوس والثومه. بالنسبه للبهارات غادي نحتاجو الملحه حسب الذوق. بالنسبه لهاد الزاجه هذه اللي عندي باللون الاصفر عندي فيها 3 ديال البهارات واللي هما اليبزار، سكينجبير والخرقوم. وبالنسبه لهاد الزاجه هذه اللي عندي باللون الوردي فعندي فيها القرفه. هنا غادي نعمل الحار، اللي كيعجبو الحار غادي يعملو، اللي ما كيعجبوش ما يعملوش. غادي نحتاجو ايضا الزبده، واخر حاجه واللي هو الجبن ديال الموتزاريلا.
بعد ما طابت الحشوه ديالي ضفت الجبن ديال الموتزاريلا باش كومسا الحشوه تجيني شويه معلكه وفيها ديك التجبيده هذيك. دونك هنا كيف ما كتشوفوا ستفت العجينه ديال الكيش ديالي، عملت الجبن ديال الموتزاريلا، ضفت الحشوه، واخر حاجه هو الجبن ديال الموتزاريلا من الفوق. غادي ندخلهم يطيبوا في الفران، وديك الساعه ملي غادي نخرجهم غادي نبارطاجي معكم الشكل النهائي ديالهم. جربوهم واكيد غادي تشكروني عليهم حيت فريمون كيجيو لذاذين وبنانين بزاف. اخر وصفه غادي نبارطاجيها معكم في هذا الفلوق هذا، واللي هي الوصفه ديال عصير الليمون والخيار بالنعناع وسكينجبير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا العقده ديال الليمون اللي غادي نخلي لكم المقادير ديالها في صندوق الوصف، وإلا بغيتوني نعمل لكم فيديو عليها بلا ديتاي خليو لي تعليق اسفل هذا الفيديو. واحد الخياره، ورق ديال النعناع، وسكينجبير خضر، بالاضافه الى الماء. دونك بالنسبه لطريقه التحضير غادي نعمل هاد الخياره في الخلاط الكهربائي، غادي نعمل معها شويه ديال الماء، غادي نطحن كلشي مع بعض. من بعد عاد غادي نضيف العقده ديال الليمون اللي ديجا فيها السكر، غادي نضيف الورق ديال النعناع، الزنجبيل الاخضر، وغادي نكمل بالماء المتبقي. ومن الافضل ان الماء يكون بارد باش كتحسوا بديك الانتعاج ديال ديك العصير. غادي نخلط كلشي مع بعض، من بعد غادي نصفي ديك التصفايه اللي غادي تبقى، غادي نزيد عليها شويه د الماء ونعاود نطحنها ونعاود نضيفها على ديك العصير، حيت انا اصلا ما كيعجبنيش هكاك العصير يكون مصفي مزيان، كيعجبني هكا كيكون مدشوش، كيجي تقريبا بحال العصير ديال بولبي. بعد ما ساليت من تحضير الوصفه ديال لي كيش محمرين بالدجاج والشامبينيون وتحضير العصير ديال الليمون والخيار بالنعناع وسكينجبير، هنا دوزت مباشره باش نوجد طاوله الافطار، حيت كان ما باقي والو باش تاذن المغرب، كان باقي لا واقيلا غير شي 5 دقائق. ديك الساعه بديت كنزرب يلا دغيا 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 دغيا، كيف كتعرفوا حيت التصوير كياخذ وقت كبير. دو بلوس عملت الشغل حيت فريمون عييت والله العلي العظيم في هاد اللقطات اللي كنصور الاخيره، الا بالدرع بقيت واقفه، بالدرع بقيت موانطره، وكان خصني غير فوياخ نمشي نفرق الصيام ديالي ونمشي في حالي النعاس. وفريمون مورا ما فطرت طحت بالكو، راه ما فقت حتى الوحده د الليل، عاد نوضت، عاد سحرت، عاد توضيت، عاد صليت الفجر، وعاد بقيت شويه كنقرا القران، عاد داتني عيني ديك الساعه. شكرا بزاف حيت بقيتوا معايا حتى الاخر، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بهذا الفيديو. نتلاقاكم باذن الله تعالى في فيديو قادم. الى عجبتكم الفيديو ما تنسوش انكم تدعموني بلا لايك وتخليو تعليق زوين وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد ديال الناس. صيام مقبول، فطور شهي، تهلاو فراسكم، بسلامه.